عليه دلوقتي. ونيجي بقى عند نقطة التدوين والكتابة والنقل، وإن اتدونت السنة بعد وفاة الرسول ب 200 سنة. فمين قالك إن ما كانش فيه تدوين للسنة في عهد الرسول على حياة عين؟ الأصل عند العرب الحفظ، فكانوا بيحفظوا المعلقات والمؤلفات وآلاف الأبيات الشعرية. ده ما ينفيش إن كان في عهدهم في كتابة، فتم في عهد الرسول كتابة صلح الحديبية والمراسيل اللي كان بيبعتها الرسول للحكام وللملوك. لكن إمتى لجأوا للكتابة وللتدوين وللجمع؟ بعد وفاة الرسول وانتشار حروب الردة والفتوحات الإسلامية، توفى عدد كبير من كبار الحفظة، غير إن دخل لكنات عربية وأعجمية من مختلف الأماكن على المسلمين، فخافوا إن يضيع القرآن الكريم أو يدخلوا تحريف بسبب اختلاط الأعاجم مع العرب. فتم جمع القرآن الكريم في عهد أبو بكر الصديق، وفي عهد عثمان بن عفان تم جمعه في مصحف واحد. ده اللي يفسر 7 قراءات: رواية ورش بن نافع ورواية حفص بن عاصم، عشان كل قراءة تناسب اللسان واللكنة واللهجة اللي دخلت الإسلام. فالأعاجم أو العرب من مختلف اللكنات ما تلاقيش صعوبة في قراية القرآن أو تقراه بدون ما تخل في المعنى. وهكذا حصل في عهد الرسول. عهد الرسول كان بيتم تدوين السنة، فعلى حياة عين النبي كان عبد الله بن عمرو بن العاص بيكتب كل حاجة بيسمعها من النبي. فالرسول سأل: ما هذا الذي تكتب؟ فرد عليه عبد الله بن عمرو: أكتب كل ما أسمعه منك. فرد عليه الرسول وقال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه، وشاور على فمه، ما يخرج منه إلا الحق. يعني كل اللي حصل بعد وفاة الرسول ب 200 سنة إن تم جمعه ونقله، مش كتابته من أول وجديد. وإن كان الرسول في وقت من الأوقات منع تدوين السنة، فده عشان ما يختلطش تدوين القرآن بتدوين السنة، وما يدخلش كلام النبي في قلب آيات القرآن الكريم. يعني وجود السنة مش تقليل في القرآن الكريم، ده توضيح وشرح ليه.